السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دلوقتي انا في الطريق للمدينة. وزي ما قلت لكم ان انا هنزل لكم فيديو المدينة، علشان الفيديو بتاع العمرة كان طويل. اللي ما شافش فيديو العمرة ممكن يشوفه، هحطه لكم في صندوق الوصف. دلوقتي انا في الطريق للمدينة والمسجد النبوي. وطبعا انا كنت رايحة المدينة. كان اول يوم العيد. كنا رايحين نصلي العيد في المسجد النبوي. بس يعني المسجد النبوي كان زحمة جدا لان كنا في رمضان. رحنا الاول مسجد قباء، صلينا فيه ركعتين. ده اول مسجد اتبنى في المدينة، ده مسجد قباء، وصليت فيه ركعتين. بعد كده رحنا المدينة، وعايزة اقول لكم ان انا ما دخلتش المسجد النبوي لانه كان زحمة جدا، وما دخلتش لاني ما كنتش برضو حاجزة. فانصحكم ان انتوا تحجزوا لان انا كنت في رمضان وكان زحمة جدا. ودلوقتي هسيبكم مع الاذان في المسجد النبوي، وبعد كده هكمل لكم الفيديو.
وده المسجد النبوي والروضة الشريفة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما شاء الله. طبعا كان نفسي ان انا اروح هناك، وبس كان زحمة جدا زي ما قلت لكم، لان كل حاجة يعني بيبقى في رمضان بتكون زحمة ولازم بالحجز. الروضة الشريفة لازم تكون بالحجز، وانا ساعتها ما حجزتش. كنت فاكرة ان انا ممكن ادخل، بس للأسف ان هو كانت زحمة لدرجة ان انا ما دخلتش او ما قربتش حتى من المسجد النبوي، لانه كان زحمة جدا، لان كله بيروح في رمضان، ورمضان بيكون زحمة عن الايام العادية. واسيبكم مع الفيديو تشوفوا الجمال وتشوفوا ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شوفوا الروضة الشريفة، وصراحة حاجة جميلة جدا، وربنا يرزق كل الناس ان هم يروحوا العمرة وييجوا هنا في المسجد النبوي والروضة الشريفة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا انتوا هتقولوا ازاي انا ما دخلتش المسجد النبوي وانا مصوره من جوه. زي ما انتوا شايفين كده، ده مكان الرجال. اخويا راح عمره قبلي وصور البقيع والمسجد النبوي والروضة الشريفة، وانا قلت اوريكم المسجد النبوي. وزي ما انتوا شايفين كده، وهسيبكم بقى مع الفيديو تشوفوا وتتفرجوا عليه. لو عايزين فيديو العمرة هحطه لكم في صندوق الوصف. اللهم صل على اللي واقف. طيب اللي واقفين
الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السلام.